من ضمن الأمراض المشهورة في الوقت الحالي الفتق بأنواعه المختلفة، سواء كان فتق إربي أو فتق سري أو فتق جراحي. لو لاحظت وجود انتفاخ في منطقة السرة أو في المنطقة الإربية في الرجالة أو في الستات أو في مكان جرح قديم، ده غالبا هيكون فتق، سواء كان فتق إربي أو فتق سري أو فتق جراحي، واللي لازم هيتعمل له عملية جراحية لإصلاح الفتق ده. واوعى تستخدم الحزام علشان يرجع لك الفتق في مكانه. عملية إصلاح الفتق عملية بسيطة بتتضمن إرجاع محتويات الفتق لداخل البطء تاني مع وضع شبكة، وفي أنواع كتيرة من الشبكات اللي بتستخدم. بنختار لك أحسن وأجود أنواع الشبكات علشان نضمن أحسن نتيجة للعملية بدون مضاعفات على الإطلاق. أول ما تحس إن في انتفاخ أو اتشخصت إن أنت عندك فتق، سارع بإجراء العملية الجراحية. ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.